الحمد لله مبدئ البرايا كريم التحايا، خلق خلقه وأرسل إليهم رسله بجميع الخصال وحسن السجايا، يهدون الخلق إلى ما فيه صلاحهم في العاجل والآجل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، يستحب في الكفن عدة أمور. بلينكي يا أمة إسلاما إيقوان تريتي كفن نما كفن موكي الستي وابايت وانبريدا وانبايك كيستي برباتشسا كواجبا تهن كوفي إني أمو وانببريدا كغرينسا واجبا. تقفان يكون بياضا أفن نمني التين أول مصني أديتهم بريدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. أفتك سنرا أديكا يتاجد ويتجرتن اللي فإنها من خير ثيابكم. أفن أدين الرجالا أفتك سنيتي. وكفنوا فيها موتاكم. نمد اللي أتك ست أولا هيجان يو برج اللي تهي يو بور اللي تهي يو بل اللي تهي إما هيمما الرجالا أديليا. رواه الترمذي عن ابن عباس. ثانيا وأن يكون 3 أثواب. لما فان يو أفت سدته بريد كثيرا يو أفت شنته بريد كدبرتي أكدب النسان. أديث نبي كن نقاف دؤن أفت سدهين. أول من أبي جنس رجال تشيتوته إندنديا يو كأب مته تقلن يو أيوالمي إندندها مجال السنملي. ثالثا أن يكون أحدهما حبرة إن تيسر. سدفان يو كدنده متاتي أفت ببرنك أبو يوته بريدا ببرن سن كما بفيسات الراته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. تقوم كيسي يودو نما واقبته أفت ببرن قبو كيستي ببرن سيو أديتي أدي مرة سن كيستها أول موانجلني في. رابعا أن يكون الكفن سابقا ساترا جميع بدنه. تبين برين نجالا أفن نمني التين أول مصني قد قيا كقام نمتج دوئيك نمترها قميلات التئيس تهب بريدا. وأن يكون سميكا لا يصف البشرة. أما اللي أفت فردا والقبتا قام نمتجا ديما قراجا جيشوكا ملفن أفتت أجنن قبن فردن قبو يوته بريدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يو كيفن تكون كيسن أبوليس إسا هابريجسو كفن إسا والنبي كن نجدنين. قال النبوي رحمه الله: قال العلماء والمراد بإحسان الكفن كفن بريجسو ججون قل لنقبات رجل إمام النووين فرد النقبات رجا أكسما نمتجل سترو قبا جدو قليس أفتا اللي تو قبا كغتين إساق آلي أكنتاني. نبي كنة صلى الله عليه وسلم: لا تغالوا في الكفن. وديك آليم بتنا جلن كفن كيستي فإنه يسلبه سلبا سريعا. رمودي مجلن أماتي أريفتو بيين ياتشو ديمتي مالغوتني قالي بالتنيا. خامسا إذا لم يتيسر السابق وضاق الكفن عن ستر جميع بدنه. يو أفن جنكني قد قيانتهن يو قام نمتجا مر ولنجين يو كما تتبتا ميل هنكتوتي كيو ميل تبتا متى هنكتوته كرا متى دا سترني كرامي لا كقدآن كلما مرقم بال مفائر ربوسني أولا، لما ثبت في دفن مصعب بن أمير رضي الله عنه. مصعب أمير قاف إندو أفتتك ملين أرقني فيها، فكنا إذا وضعنا على رأسه خرجت رجلاه. يو أفت سمتت ألبن ميل قبيا يو ميلت قبن متى ألبيا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه أفتسا كرامة الآن الربوسا ويجعل على رجليه الإذخر كراغد آن مرقم الربوسا جأن الرسول أولني وأن دند يمسني متكب جاكب مت الربوسني ميل بالما في مرق الربوسني أولا إيقد أبمي. سابعا سادسا إذا كان محرما لم تجد إنما حرمت نما هجي أمرا حرمت يوته أفتما إن إتين حرمت كام مرتفتي كان قبران أفتي سنمان أولا سنمان إسا أولا متى إسا تتين أفسني. سابعا وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه نما قبصو كرا ربي كيست جهادت دوئي متى أفت إني أفتي إتين دوئي سن الرامباسا سنمانس أولا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد والرقاف أحد لم رسول أكنجأن زملوهم في ثيابهم من مراجع نفة ميساني ولين زملوهم بكلومهم ودمائهم رواياتك إمام أحمد مرنويو من مراجع هقوقا مدى ميساني ولين ديق ميساني ولين وياقاف قياما ديني سني بفتيسا بفريقاتي حفور ريسا حفور شتوتي قويا قياما تنقلا سر فجأا. ومع هذا فإنه يستحب أن يكفن بثوب أو أكثر فوق ثيابه كانوا ولين يو أفتما إساسا نران ريقما سولين أكسمت أفت أما دبني بفدبني سنسدين ككيفنا للي تيركم قبو. مصعبي أميري توين كيفنا جني حمزة اللي أكست كيفنا الرسول قاف مسن نما وهي إني أنصارا سن اللي أفت تكتكان مرايو كيفنني إما دندهما حمزة أبلت نساء صفية عبد المطلب أفت وهي قبت أفت لما أفنسني حمزة في أنصار تجا إدو تتابو سنيفتي توكو نجر لما نيو إتين كيف من. ثامنا لا يشترط أن يكون الكفن جديدا سدد تفان كفن نمني دوئتين كيف نمحار وتيون درك أمامتي بل يجوز أن يكفن في الثوب المغسول أفتما ويتدرا ويتجير إني أفتو كغلغلا غنما كغويا إني اتين أولو يوته اللي ركو وهين قبو إيغا إني دوئحار وبتون درك أمامي. لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال اغسلوا ثوبي هذا أبا بكر الصديق قافت كبستي دعادي مؤكن جري أفتك يكان في الرقب كنا نادكاتي وزيدوا عليه ثوبين أفت لما اتنا دبلا فكفنوني فيهما أفت مكان لمان كيستنا كيفنا أولا هيجري أبا بكر. فقالت عائشة إنه خلق إن تلتيس عائشة هاتمنا نبيك إنا برأباك إن أفنيت في الراك أبدو موف آجتين. فقال إن الحي أولى باليديد من الميت نمجرت الرجال جري أفتهارا أفتتين إنما هو للمهلة إني كديم وامم ما في ديق ما في ملما اتدعو ديما غرا اتدعو ديما مال فايدن جري واني أفتهارا نابر بادنيف كمان في الراك أبو كنيتنا دبلانا أولا. تاسعا من البدع كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفن الميت. بدع شريعة ربك سنجر الرأي يوكا دلق متاتبية كنت دلق ملي آية قرآن يوكا لا إله إلا الله محمد رسول الله ججو كفن نمدو إيت الرد كتبون أو تغطيته بها إتين هقوق دلقا سلفني دلقني متي ولو كان خيرا لسبقونا إليه وصوام بريدتاتي سلايسان تدلقا. عاشرا ما يتوارد على ألسنة بعض الآمة بأن الموتى يتفاخرون بأكفانهم. أما اللي بدأ وان هندين قبني كجج نمني جدو نمني دو يكوني أفتا إتين كيف نمي كنان أفداد ولين إتي أفدادني واني جدي أدفني وإلين جيرو وما اللين جيران واني إني دلقموف نعلم آدم كبجا كبا جيرا دواني سلين ستر مفدل قممالي إتين أفدادا جيشو فيمتي. عباد الله قبروت الربي واني لقيتن كوني أحكام نمني دوئي قافا إني دوئي إتين كيف نمو بفكنا يو دلقتن سنة رسولاتي أكما درت جن يو أبمي أفنك أبمتاتي
أفتتك جلين يونم ندوئك كيف نمته واني بربادم عورم إساء سترونا ألا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمرتم بالصلاة عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود والنصارى وأعوانهم يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.